تعال اقول لك ازاي قدرت احول 1.5 مليون ل 4 مليون جنيه في سنه واحده بس، واقول لك ازاي انت كمان تقدر تعمل كده. من سنه بالظبط اشتريت كواترو فيلا في كومباوند تاش سيتي تبع شركه مدينه نصر، وكان سعرها ساعتها 7 مليون ونص. دفعت مقدم 10% اللي هم 750 الف جنيه، وبقسط الباقي على 8 سنين، يعني كنت بدفع كل 3 شهور 210 الف جنيه. خلال السنه دي اجمالي الاقساط اللي انا دفعتها تقريبا 850 الف جنيه، زائد ال 750 اللي دفعتهم مقدم، يعني اجمالي اللي انا دفعته 1.6 مليون ألف جنيه. الفيلا دي أنا لسه بايعها. طب بعتها بكام؟ بعتها ب 10 مليون جنيه. عارف ليه؟ عشان سعرها دلوقتي في الشركة 16 مليون جنيه، ومش متاح منها أصلا، ولو متاح منها أو نزل منها تاني هتبقى أغلى من كده. واللي اشترى مني دفع لي صافي 4 مليون جنيه غير الضريبة، وبيكمل هو ال 6 مليون الفاضلين مع الشركة. هو كسبان إنه خد الفيلا ب 10 مليون جنيه بدل ما ياخدها ب 16 مليون من الشركة، وهيستلم بعد 3 سنين بدل ما يستلم بعد 4 سنين من الشركة، مقابل إنه دفع مقدم زيادة شوية. وأنا كسبت فوق المليون و600 ألف اللي أنا دفعتهم 2 مليون و400 ألف جنيه، وكنت بدفع كمان قسط مش كاش، يعني كسبت 150% في سنة واحدة بس. عايزك تقول لي كده ايه استثمار تاني ممكن يحقق لك عائد 150% في سنة واحدة بس؟ اللي اشترى ذهب من سنة ساعة ما انا اشتريت كان سعر عيار 24 3580 جنيه، النهارده بعد سنة وقت تسجيل الفيديو سعره 4250 جنيه. يعني لو كنت رحت ساعتها اشتريت بالمليون و600 ألف جنيه دول ذهب، كانوا هيبقوا دلوقتي بعد سنة مليون و900 ألف جنيه، كنت هدفعهم كلهم كاش مش قسط. انت متخيل الفرق؟ هنا كسبت 2 مليون و400 ألف جنيه، وهناك في الذهب كنت هكسب 300 ألف جنيه. طب ينفع انت تعمل نفس اللي انا عملته ده تاني؟ في فرصة تاني متاحة دلوقتي في مشروع تاني متوقع زيادة كبيرة في سعره الفترة الجاية، ممكن تحقق منها مكسب من 100 ل 150% في سنة ونص بالكتير. لو عايز تلحق الفرصة دي، وخد بالك دول مش بيتكرروا كتير، وعايز تعرف فين بالظبط وهتدفع كام، ابعت لي رقمك في رسالة وانا هكلمك. انا سامي صموئيل، متنساش تعمل فولو.